لك اللعبة بداية ونهاية. الظاهر من أمثالك لما بيستلموا منصب بيفكروا إن الدنيا رح تتغير على دورهم لأنهم بسطاء. السلمة ما خلصت. اللعبة هلأ بلشت. مرحبا، معكم خالد من قناة كيدزال وبفيديو. اليوم رح نحكي عن مسلسل كسر عظم الجزء الثاني اللي رح ينعرض برمضان. مسلسل كسر الدنيا سنة الماضي بأحداث كتير حلوة ومشوقة وبتجنن. آخرها موت أبو مريم بحريق بكومة من المال. هيك انتهى الجزء الأول، والكل فكر إنه أبو مريم مات بالحريق. بس الشي اللي ما كان حدا منتبه له هو التليفون اللي إجا للحكم الصياد، إنه أبو مريم بغلط منه قتل ابنه الصغير، واللي أعتقد رجع وطلعوا مثل ما شفنا بالمقاطع التشويقية، إنه أبو مريم رجع وأقوى من قبل. طلعت غلطان غلطة واحدة بس، إني حاطط طاقتي كلياتها مع الشخص إنسان مهم بهذه الحياة يا حكم الصياد، لأنه هذا البلد مو ملككن، هذا البلد ملك الشعب اللي برا. منشوف هون إنه الحكم رح يلقى القبض عليه ورح يتحاسب على الجرائم اللي عملها، ودوره الفعلي انتهى. العميد كنعان الصايع. أنا ابن المنظومة وبعرف كتير منيح كيف عم تمشي الأمور. صراحة الأحداث مشوقة، وأنا متحمس جدا لحتى أحضر المسلسل ونشوف الأحداث الجديدة. ومنشوف هون إنه في شخصيات جديدة وأمور كتيرة متغيرة. كشف الممثل السوري فايز قزق عن أن شخصية الحكم التي لعبها في الجزء الأول من مسلسل كسر عظم لن تكون بذات الأهمية والحضور في الجزء الثاني من العمل. وبين فايز قزق خلال حديثه مع موقع بوسطة دراما المختص بأخبار الفن أن الحكم سيحل كضيف فقط على الجزء الثاني من مسلسل كسر عظم، كون قصته بدأت وانتهت في الجزء الأول. وأشار إلى أن ظهوره في الجزء الثاني من كسر عظم سيكون عبارة عن مشاهد قليلة فقط، معتبرا أن عدم منحه البطولة أمر طبيعي في سياق الأحداث، قائلا: الحكم انتهى، الحكم فقد والديه، وزوجته اختل توازنها، وهو لم يعد قادرا على الصمود. وأضاف: لا أعتقد أن الشخصية قادرة على إعطاء نفس السوية في الجزء الثاني، لذلك سحب هذه الشخصية من البطولة أمر مهم ومحبب لي، مردفا: الحكم لا يمكن إلا أن يكون قاتلا ويحمل مسدسا، هي المسألة أبو مريم بيساويها. ولعب فايز قزق في الجزء الأول من مسلسل كسر عظم دور المسؤول الفاسد الذي خسر ولديه وزوجته من جراء أعماله، ما انعكس سلبا عليه كإنسان وجعله مربطا لا حيلة له على المقاومة والعودة من جديد لممارسة نشاطاته. عن الجزء الثاني من العمل الذي تستمر عمليات تصويره، قال الممثل السوري: إن هناك شخصيات جديدة وأحداثا جديدة دخلت على الخط الدرامي، متمنيا أن يكون في المستوى الذي ظهر فيه الجزء الأول، مردفا: يمكن إنتاج عشرات الأجزاء من أي عمل، لكن الحفاظ على السوية وأهمية ما يطرح هو الأهم. وسيحمل الجزء الثاني من مسلسل كسر عظم اسم سراديب، وكان من المقرر أن يعرض خلال شهر رمضان الفائت 2023، إلا أنه سحب بسبب ضيق الوقت، وفق ما ذكرت مديرة الشركة المنتجة للعمل هدى سعد. يذكر أن المخرجة السورية رشا شربجي أعلنت في وقت سابق انسحابها من الجزء الثاني لمسلسل كسر عظم، مشيرة إلى أنها تخشى من استثمار النجاح الذي حققه سابقاً. وأخيراً، من تمنى الكم وقت ممتع، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. دمتم في رعاية الله وعفوه.